منهاج، أخصائية نفسانية ورئيسة جمعية تدخل مبكر للأسرة والطفل. اليوم الجمعية في إطار اليوم العالمي 3 دجنبير للاحتفال بالأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت الجمعية واحد الندوة علمية اللي تناولت بالدرس وبالتحليل الواقع ديال الإعاقة في المغرب والمراحل اللي مر منها، المقاربات اللي حكمت الإعاقة في المغرب انطلاقا من المقاربة الطبية العلاجية حتى المقاربة الحقوقية. تناولنا فيها التطورات اللي عرفتها بلادنا في هذا الإطار. تناولنا أكثر، رصدنا أشنا هي بعض المشاكل اللي هي مازال قائمة وأشنا هما اللي تحقق في الإعاقة. تناولنا من الجانب النفسي، من جانب الحس حركي، ومن جانب تقويم النطق، وأيضا من جانب الطب النفسي الإعاقة في المغرب. عرجنا على التربية الدامجة وما حققته البلاد في هذا الإطار، واش كاين تراجع في التربية الدامجة، واش كاين تنزيل حقيقي، واش كاين مكتسبات. ولقينا على أن التربية الدامجة هي واحد المولود اللي يلاه بادي واللي اكيد فيه تعثرات، ولكن كاين واحد النسبه من تحقيق الاهداف، بدليل على ان الجمعيه واحد المجموعه من الاطفال ديالها اللي حقوا التمدرس ديالهم واللي هما الان في الفصول العاديه مع الاطفال المتمدرسين. ما كانش يمكننا كجمعية نحققوا هذا الرهان هذا بلا تواجد واحد المجموعة من الشركاء اللي هما أساسيين، سواء العمالة. ومن هذا المنبر كنشكر سيد عامل مقاطعة عين الشق على يد العون وعلى الدعم اللامشروط اللي كيولي لهذه الفئة، خصوصا وأنه كيمشي مع التوجهات الملكية السامية. وكنشكروا وبالأخص يعني واحد القسم العمل الاجتماعي اللي كيسير هاد الأطفال هادو. كنشكر وزارة الأسرة والتضامن والقسم ديال التعاون الوطني اللي كيواكب بشكل كبير هاد الأطفال، التمدرس ديالهم، التكفل ديالهم الشبه طبي. وأكيد على أن وزارة التربية الوطنية والمندوبية الإقليمية لمقاطعة عين الشق على الانخراط ديالها في دمج هاد الأطفال، سواء بالمنح الأقسام أو لا بتكييف المراقبة المستمرة أو لا بالدخول ديال الأطفال داخل الأقسام وتكييف المنهج ديالهم أو لا الامتحانات ديالهم. كنشكر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة اللي كتمد واحد اليد العون كبير بزاف لهاد الأطفال، سواء في التحصيل ديال الشواهد الطبية أو لا في المرافقة ديالهم أو لا في التتبع ديالهم. يعني ما كناش نحققوا هذه النتائج اللي حققتها جمعية تدخل مبكر اليوم، واللي هي نتائج جد مشرفة في ولوج الأطفال الأقسام لولا هاد الشركاء كاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. هند حنين، رئيسة قسم عمل اجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق. في إطار الاحتفالات لهذه الأيام اليوم العالمي للإعاقة، كان كعمالة مقاطعة عين الشق كنتمنوا جميع المجهودات اللي كيقوموا بها جميع القطاعات من تعاون وطني، التعليم، الصحة. بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هي شريك لابد منه في كدعم الجمعيات الشركة باش كتعاون ما أمكن في دمج هاد الأطفال في المحيط المدرسي ديالهم، خاصة الوليدات اللي كتحسن الوضعية ديالهم وكيندمجوا في الأقسام مع الوليدات الأسوياء، لأنها كتدخل في ما هو تكوين، ما هو مواكبة الأمهات ومواكبة الأسر باش تحسن من الوضعية الاجتماعية ديال هاد الأطفال. وكيف كيعرف الجميع أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها ديالها هي ترسخات على واحد المبادئ اللي جات من واحد
الواقع اللي صاحب الجلاله الله ينصرو رصدو واستهدف فيه خاصه هذه الفئه اللي كيف كنعرفوا انها عرفت واحد تحسن كبير كبير جدا منذ انطلاق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. والجمعيه الشركات هي مشكوره على المجهودات اللي كتقوم بها. وعلى صعيد عمل مقاطعه عين الشق، الجمعيات ديالنا كاملين اللي كيشتغلوا في ميدان الاعاقه كيشتغلوا في واحد اطار ما يسمى خلقناه في اطار المبادره منظومه اجتماعيه. جميع المراكز كتشتغل مع بعضها، كتشتغل مع التعاون الوطني وكذلك مع الناس ديال الصحه.